السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة من الحالات الإنسانية اللي تقريبا بدأنا مؤسسة فذكر نعرض ليها من حوالي تقريبا شهر يزيد قليلا أو ينقص قليلا. إحدى الأخوات أختنا أم أمير لها ابنين، أمير ومحمد. أمير ومحمد، أمير مصاب بفتق، عايز يعمل عملية فتاء، وكمان الولد الصغير محمد مصاب بناسور في رقبته، محتاج عملية ناسور. بفضل الله تبارك وتعالى تحركت مؤسسة فذكر علشان كعادتنا بفضل الله عز وجل نتأكد من الحالة، وبعد توقيع الكشف الطبي على الولدين بفضل الله تبارك وتعالى توصلنا ان هم بالفعل محتاجين لعملية كل واحد منهم، وبالتعاقد مع الدكتور أحمد الشامي الله يبارك له. الراجل يعني لم يألو جهدا في ان هو يوقع عليه كل الكشف الكامل، معرفة الحالة كاملة علشان يستطيع ان هو يشخصها صح. وبالفعل برضه تأكدنا ثانية انه يحتاج أمير وكمان أخوه محمد لعملية. اتحركنا بفضل الله عز وجل علشان ندبر عملية أمير اللي كانت بفضل الله عز وجل يعني بفضل الله ثم إسهاماتكم وإسهامات إخواننا الفضلاء 15,000. بقي الآن مشكلة العملية الثانية بتاع أخو أمير محمد اللي هتتكلف تقريبا 25,000 جنيه. لما اتكلم عن طفل من أطفالنا، يا رب يعافي أبنائنا جميعا، واقول لحضرتك انه محتاج عمليه، والعمليه ضروري ان هي تتعمل سريعا. ولما اتكلم عن 2 اخوه، حضراتكم زي كما تعلمون ان كتير من اخواننا غير القادرين، وده اساس العمل المؤسسي، ان احنا بنبحث عن غير القادرين. عندنا في مؤسسه فذكر بنبحث عن الارض اللي تغرس فيها الغرس، اللي تضع فيها النبته البذره عشان تنبت لك وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها. بنبحث عن ده. احنا وجدنا اختنا ام امير، للاسف الوالد ابو امير لا يستطيع ان هو يقوم بالامر ده، وممكن يترك الولدين امير واخوه يتركوا لحد بقى الى ان يشاء الله رب العالمين. قد تتفاقم المشكله وما تبقاش مجرد فتق بسيط، قد تتفاقم المشكله بتاع الولد الثاني اخو امير محمد اللي هي الناسور، ممكن تكبر مع مرور الوقت. علشان كده اتحركت المؤسسه سريعا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل اسهاماتكم وبفضل اهل الفضل واهل الخير اللي تحركت قلوبهم وبرهنوا على ايمانهم. لان النبي، وما تنساش حضرتك ايها المشاهد الكريم، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: مثل المؤمنين، يعني اللي حققوا الايمان قولا وعملا واعتقادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر مؤسسة فذكر، وعدوني إنهم يعملوا لي العمليات بتاع ولادي. أول عيل أمير ياسر عنده عملية مشكلة فتاك، جايباها النهاردة أعملها له، وهم يعني جايين معايا صراحة بالواجب. وجايبة أول عيلة هو أمير هيعملوا له عملية الفتاك، وقالوا لي بعد أسبوعين هتجيب محمد. تكلفة العملية، أول عملية 15,000 جنيه، وتاني عملية اللي هي بتاع محمد 25,000 جنيه. وبشكرهم عشان هم أهل الخير وقفوا جاري، وهم صراحة عيالي كانوا تعبانين، وهم وعدوني إن هم يعملوا العمليات بتاع العيال، وعملوا بوعده. بفضل الله عز وجل وضعت البذرة ونبتت النبتة كما يقولون. بفضل الله عز وجل آتت أكلها. الصدقة اللي أهلنا وإخواننا الفضلاء من أهل الفضل وضعوها وبذروها في الأرض بفضل الله عز وجل أينعت وآتت أكلها. وزي ما حضراتكم شايفين احنا فضلنا منتظرين لحد ما انتهت العملية اللي بفضل الله عز وجل ثم بفضل يعني إسهامات إخواننا من أهل الفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيهم في صحتهم وفي أبنائهم وفي أنفسهم بفضل الله عز وجل. الآن انتظرنا أمير ياسر لحد ما خلصت عملية الفتاء وانتهت القصة بفضل الله عز وجل، قصة الصدقة، علشان نبدأ قصة جديدة هتكون أخوه محمد. زي ما حضراتكم شايفين كاميرا جايبة قدام حضراتكم دلوقتي أمير. خرجنا من غرفة العمليات مباشرة، صممنا إن احنا لازم نوصل لحضراتكم إن احنا بفضل الله عز وجل مؤسسة فذكر إذا وعدت وفت بإذن الله عز وجل، وبفضله ثم بفضل جهود وتبرعات أهل الفضل وتبرعات ودعوات حضراتكم. يا رب يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، اللهم آمين. الحمد لله، نشكر المؤسسة عشان خاطر طمنتنا على ابني ووقفوا جنبي لحد ما عملوا لي العملية. وألف شكرا لأهل الخير، وربنا يجعلهم في ميزانات حسناتهم والله يبارك لهم.
شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.